إعلان غضب كبير للجمهور المصري وعالم العربي. إعلان عن شركة بابس لشارك في عمرو دياب وأحمد السقا ونوال الزغبي ومحمد صلاح وكريم محمود عبد العزيز. هقدم لك ملخص لإعلان بيبسي الجديد اللي شارك فيه عمرو دياب ومحمد صلاح ونوال الزغبي. في لصيف 2024 بنشوف رحلة عبر الزمن بتستعرض تطور إعلانات بيبسي على مدار السنين 4. الإعلان بيبدأ من سنة 1999 مع أحمد السقا وهو بيطلب حاجة ساقعة بيبس، وبعدها بنسمع أغنية جديدة لعمرو دياب تري. الزمن بيتغير لسنة 2000 ونوال الزغبي بتظهر باللوك اللي كانت عليه وقتها تلي. وبعد كده في 2006 كريم محمود عبد العزيز بيظهر في الاستاد وهو بيشرب بيبسي ويغني مع عمرو دياب تري. الإعلان بيواصل الرحلة لسنة 2017 مع الرابر قصي خضر وهو بيستمع لأغنية عمرو دياب، وأخيراً بنشوف محمد صلاح وهو بيركض تري. الإعلان بينتهي بظهور عمرو دياب وبيعبر عن شعار بيبسي الجديد: خليك جديد خليك عطشان، اللي بيشجع الشباب على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم. أنا آسف أنا ما قدرتش أظهر إعلان كامل علشان احتفاظ بالحقوق ملكية ما يضرش قناتي. لو عايزين تشوفوا الإعلان ممكن أحط لكم رابط الإعلان في الديسكريبشن وحضراتكم تشوفوه. بس أنا عايز أفكركم بحاجة صغيرة علشان كل الجماهير المصري هجمت الفنان المصري بيومي وفؤاد علشان راح مسرح الرياض. طيب دول بقى هنعمل فيهم إيه؟ يا ريت يكون في رأيكم على في الكومنت.